بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا قناة نكهتي أنا وابنتي. طبق اليوم السلمون مع صلصة الفطر والسبانخ. طبق هذا لمحبين السمك، ننصحكم تجربوه، بنين بزاف بزاف بزاف. نخليكم مع المكونات. بسم الله. نحكمو شرائح تاع السلمون، ننظفين من قبل، نتبلوهم بالملح والفلفل الاكحل، الفلفل الاسود من الجهتين. نقلبوهم على الجهة الثانية ونزيدو نتبلوهم. بعد ما تبلناهم نحيوهم نحطوهم في صحن ونخليهم بجنب. نحكم 2 حبات ثوم مقشرين، نقطعوهم تقطيع عشوائي. هكا نحطوهم بجهة. هنا قطعت بصلة متوسطة مقطعة مكعبات صغار ونحطوها بجهة. هنا الفقاع نمسحوه ونقطعوه شرائح هكا كما راكم تشاهدوا. حتى نكملوه. بعد ما قطعناه نحطوه في صحن ونخليوه بجنب. نقطعوا ربطة سبانخ، ربطة صغيرة برك، والورقات يكونوا شوي صغار مش كبار. نقطعوه حتى هو بهذا الشكل، تقطيع عشوائي. نهزوه نحطوه بجنب حتى هو. نقطع طماطم مجففة، نغسلها نمسحها ونقطعها حتى هي تقطيع عشوائي. صعيبة شوي في التقطاع. ونحطوها حتى هي في صحن، نحطوها بجهة هكا. هاو كلش واضح قدامكم. في مقلاة سخونة على نار هادية نحطو الزيت. بعد ما يسخن الزيت نحطو شرائح سلمون اللي تبلناه بالملح والفلفل الكحل من الجهتين، نقليوهم. ما تمسوهمش حتى لواحد 2 دقائق ولا باه نقلبوهم، يخطاك يلصق في المقلاة. هنا بعد ما هاني ندور فيهم نقلب فيهم على الجهة الثانية باش يطيبوا.
هذه لصقت بغاتش تطير. نقلبوهم ونخليه يدخلوا شوي طياب من جهتين. هنا بعد ما طاب نحيوه من المقلاة. في نفس المقلاة نديرو مكعب تاع زبدة ونخليوه يذوب، زبدة مع الزيت. نحطو البصلة اللي قطعناها مكعبات على نار هادية، ندبلوها شوي، نحطو الثوم المقطع، نقليهم مع بعضهم شوية، من بعد نضيفو الفطر، نحركوهم مع بعضهم ونخليوهم يذبالوا مليح مليح تاني يطلقوا يترخفوا. ونحركوهم من حين إلى حين. بعد ما تقلاو وذبالو نضيفو الطماطم المجففة اللي قطعناها حتى هي مكعبات، نحركوها مع المكونات، نضيفو الكريمة السائلة، كاس كريمة سائلة خاصة بالطبخ. نحركو كلش مع بعضاه. نضيفو كاس غير ربع ماء، نحركوها، نحركوهم مع بعضاهم، ولازم النار تكون هادية. نتبلوها بالملح والفلفل الكحل، تقدروا تضيفوا اي توابل، ثوم بودرة ولا فلفل احمر مدخن حلو، ديروا الحار، بصل بودرة، كل وحده واختيارها، كل وحده وش متوفر عندها. بعد ما تبلناهم نضيفوا الجبن المبشور، نزيدوا نقلبوه مع بعضاهم. نضيفوا السبانخ المقطعين حتى هو، ما فورتو ما درت له والو، غسلته وشيحته وقطعته وحطيته طيب معاهم. نحركوا الخليط مع بعضه، ونخليوه على النار 2 دقائق 3 دقائق يذبل السبانخ. وهنايا بعد ما طابوا نطفيو عليها ونقدموها في صحن كما راكم تشاهدوا مع شرائح السلمون وهذيك الصلصة تاع الفطر والسبانخ والبصل منا، وبصل مقطع شرائح مع معدنوس مقطع والملح والفلفل الكحل والسماق. وبهذه الطريقة نقدموه، وجربوه بصحتكم وشهية طيبة للجميع. إلى اللقاء.